مقطع فيديو للإخوة الكاكائيين وهم يعزفون كأنها تراتيل دينية، كانت تتوفر لديهم معظم الأدوات الموسيقية. لذلك أردت أن أسألك بأن الموسيقى تحتل مكانة مرموقة في الديانة الكاكائية، فما السبب؟ وهل هي من الطقوس الدينية أيضا؟ نعم، هو جزء من الطقوس الدينية. طقوسنا الدينية يكون ب عندنا سنويا يكون تجمع ديني يصير، يكون مثل مهرجان يعتبر كبير جدا ويقام في إيران. طبعا التجمع أي طقس ديني بدون موسيقى ما يتواجد. وذاك المكان يتواجدون رجال ونساء يعزفون كلهم بروح وحدة، وكأنما شخص واحد يعزف على كل الطنبور. أنت من تسمعه تحس ب تجانس عظيم روحي، اختلط مع الجو الموسيقى الرائع اللي تسمعه، وموسيقى عربية خالصة. وهذا الموسيقى موجودة مع كل الطقوس. لذلك الطقس الديني الإنسان من يدخل أي طقس ديني كل الأديان مو بس ديانتنا دائما يحب يكون روحه وحيدة وينعزل مع المحيط روحيا مو جسديا. لذلك أي شيء يساعد الروح على العزلة والانطلاق الروحي اللي يتجانس مع ذاته هو الموسيقى يساعد. لذلك أحد ما عندنا طقس بدون موسيقى، وهو المساعد للروح حتى يعني يصعد روحيا ويتناسق مع ذاته.